السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اسرع وصفه للكب كيك من غير فرن ومن غير دقيق ومن غير سكر. اسرع وصفه كب كيك ممكن تعمليها وتقدري تختاري النكهه اللي انت حباها. 5 دقايق بالظبط هتكوني محضراها. اول حاجه عندي كوبايه وربع من السوداني يكون محمصاه وسايباه ان هو يهدى شويه، وهبتدي ان انا اطحنه ناعم جدا لحد ما يكون شبه الرمله المنديه. وعندي زبديه صغيره. هي ده بس المكونين الاساسيين في الوصفه دي. تقدري بقى اللي انت تحطي النكهه او الطعم اللي انت حباه. ممكن تستغني عن السوداني، تحطي لوز او تحطي بندق او تحطي اي نوع مكسرات انت حباه. شايفين هو بيكون مندي ازاي؟ مش هنزل بالكميه كلها. نزلت الزبديه وهنزل عليها بالسوداني اللي هو المطحون ناعم جدا، وهبتدي ان انا انزل عليه معلقه من الكاكاو الخام ومعلقه من الجوز الهند ومعلقتين كبار من عسل النحل. تقدري تستغني عن الكاكاو الخام، اوكي، وجوز الهند برضو تمام. ممكن تحطي زبيب، ممكن تحطي لوز مع بندق، ممكن تختاري بقى اي نكهه مكسرات انت حباها. اسرع وصفه كب كيك ممكن تعملوها ومن غير فرن، وكمان طعمها مش هتتخيلوا ازاي هو طعمها حلو. وبتدخلوها التلاجة بعد كده تاكلوها بتكون ساقعه كده شويه، تحفه بجد. لازم تجربوا الوصفه دي تقولوا رايكم فيها ايه. اخر حاجه خالص بنزل معلقتين من العسل النحل، وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس قوي 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 لحد ما تكون زي قوام البسكوت كده، بس يكون طري شويه، بيكون فيه لزوجه شويه صغيرين. ما استخدمناش اي نوع دقيق نهائي في الوصفه. بدهن ايديا دهن زيت صغيره عشان تسهل عليا بس ان انا اعمل كور صغيره، وابتدي ان انا احضر جوز هند عشان لما اخلص الكب كيك ابتدي ان انا احطه فيه. ممكن تستغني عن جوز الهند لو مش عايزه، بس لازم تدهني ايديك كده زيت صغيره عشان هي العجينه بتكون لزجه شويه. وهنعملهم كور بالمنظر ده حسب بقى الحجم اللي انت حباه. هقول لكم كمان في السعرات الحراريه الموجوده في كل قطعه قد ايه، وهيطلع معاكي كام قطعه بالظبط. تقدري تحتفظي بيها في التلاجة، هتقعد معاكي فترة كويسة. طعمها تحفة بجد. ممكن تستغني عن الكاكاو الخام وتعمليها سادة عادي، تحطي مثلا شوية فانيليا، رشة نسكافيه لو حابة، زي ما انت عايزة بقى الطعم اللي انت عايزاه. وتبتدي اللي انت تحطيها في جوز الهند. شايفين اسرع وصفة كب كيك ممكن تجربوها او تعملوها. هدخلها على التلاجة ربع ساعة لحد ما تجمد شوية وتقدموها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. كنت معاكم إسراء طارق. ما تنسوش فيديو لو عجبكم اللايك والشير. سلام عليكم.